تخيل هذا المشهد داخل عروقك في صمت لا تسمعه. تسافر جيوش من الروبوتات متناهية الصغر، لا ترى بالعين، لكنها قادرة على إنقاذ حياتك. تخترق الأوعية الدموية، تبحث عن خلية سرطانية، تصل إليها مباشرة وتطلق دواءها بدقة قاتلة. لا ضرر للخلايا السليمة، لا آثار جانبية، فقط علاج مصمم خصيصا لك. هذه ليست قصة خيال علمي، بل هو حلم العلماء اليوم. الروبوتات النانوية، كائنات أصغر من شعرة الإنسان آلاف المرات، لكنها تحمل وعودا أكبر من أن نتخيل. إصلاح عضلة قلب متضررة، ترميم أعصاب تالفة، بل وحتى محاربة الشيخوخة نفسها. لكن كل حلم عظيم يواجه عقبات هائلة. كيف نصنع آلة بهذا الحجم؟ كيف نزودها بالطاقة داخل جسد حي؟ وكيف نقنع جهازنا المناعي ألا يهاجمها كعدو غريب؟ الأبحاث ما زالت في بداياتها، والواقع بعيد عن هذا السيناريو المثالي. لكن كل خطوة تقربنا من ثورة قد تغير معنى الطب إلى الأبد. والسؤال الذي يتركنا في مواجهة المستقبل: هل ستصبح أجسادنا يوماً ما ساحات تعج بالروبوتات النانوية تصون حياتنا من الداخل؟ أم أن هذا الحلم سيبقى حبيس الخيال العلمي؟